عن زواجها، ودونت تدوين على حسابها الرسمي بالفيسبوك، واعتذرت نرمين صفر من أقارب الذين لم توجه لهم دعوة لحضور حفل زفافها، معتبرة أقاربهم جمهورا الذي سندها وفق نص التدوين. وقالت: الرقاصة عرست، نعتذر من الأقارب اللي ما استدعيتهمش، راجلي ما يحبش قال لي أي حد قال كلمة عيب في مرتي غير مرحب به. أقاربي هم جمهوري اللي وقفوا معي وساندني. كما نشرت صورا لها بفستان الزفاف وعلقت عليها: ما نخليكمش بشهوتكم، تحبوا تشوفوني بفستان الفرح. وكانت نرمين سفرقان أعلنت خلال شهر رمضان الماضي عن خطوبتها من رجل مصري يعيش بالمدينة الإسكندرية. وقالت عن ذلك في منشور عبر الفيسبوك: الحمد لله قريت فتحتي ليلة 27 في ليلة مباركة. راجلي مصري ما عندوش لا انستغرام ولا فيسبوك ولا يحب الشهرة، يحب نرمين الإنسان والعاقبة لكم الناس الكل. وأثارت جدل كبير بالتعاطف معه، وقالوا لها ربي يهنيك وإن شاء الله ربي معك نرمين.